يصل وزنه إلى 200 كيلوغرام. يئس من الحمية وزيارة الأطباء، وصل به الأمر إلى مشكل نفسي تطلب التتبع. الشعور ديالي ما يخرجش بالك، شعور كيحس الميت. واليوم يطمح في بدء حياة جديدة. سي معاذ، الوزن ديالك دابا تقريبا شحال؟ كلشي داز شي 200 كيلو. كنتي قلتي لي بلي ان بديتي ليه بواحد العلاج ملي كان عنده 13 عام. ملي كان عنده 13 عام بديت الدكتور بلاتي. دابا شحال عندك ديال الاطفال؟ عندي واحد. عندك واحد، والاب ديالو شنو كيدير؟ تقاعد؟ لا ما خدامش. ما خدامش. وانت بوحدك اللي خدامه. دابا شنو هو المأساة اللي عايشها هو وانتيا والاب ديالو؟ ايوا شنو نقول لك، المأساة بغيت نشوفو بحال الناس، بحال الدراري كلهم. عييت فيه ما تاكلش بواحد، عييت الريجيم، عيينا الدواء، عيينا هادي. حتى الطبيب ديالو قال لك بصافي ما يعاودش يجي عندي حتى يبغي هو، خاصك كنت كندير انا اللي كنت كنبغي. وصلتوا لدرجة ان الطبيب قال لكم حتى يبغي هو عاد عاود يطلب؟ الحاكم قال لي حتى يجي يبغي هو عاد جيبيه لي بعدا، كنبغي يدير له لانو. ساعة ما في الوقيته نقولك شحال هادي دابا 4 5 واحد 5 وهو كيزيد في البو. الزيارة ديال الجراح اللي مشيتو عنده شنو هو التأثير اللي وقع لكم؟ شنو هو؟ شنو حسيت؟ بحال باش بلا هي بحال جو سوي مور، ساليت صافي. قال لي كتعطيه الفلوس؟ قلت له ايه كنعطيه لارجون دو بوش ديالي. قال لك لارجون دو بوش ديالو؟ قال لك انا ما نعطيهش لارجون دو بوش. وانا ديجا كنت ترو اجيتي وكلشي، وديتو عند بسيكو حيت كنت حاضنه عليه، كنت كنعرفو عيني كتخاف. قالت لي خصك تخرجيه، خصو يعطيه الحريه، عطيه لارجون، عطيه يمشي يجي. لارجون اللي كنت كنعطيها له كيمشي ياكل بها، واخا كنت متبع عند الدكتور. انت شنو حسيتي اليوم دابا بعد هذاك الفحص اللي شافك؟ شنو خلي كاع خلي اللي قبل منه ما كنتيش مخلوع؟ لا كنت الحمد لله فاش خرجت من عندك خرجت بواحد الفرحه. زعما قلت صافي انا الحمد لله غادي فجاه لي الله، زعما غادي انا راجع بحالي بحال الناس. ولكن قلبتي على هذا الكلام هذاك؟ انا قلبت عليه ما نكذبش عليك، انا قلبت عليه. لو كنت بعد ديك الوقيته وتا انا ضعفيت وليت بحال الناس هذه ما كنتش غادي نوصل لهنا وغنسمع على هاد الهضره، وما كنتش انا غادي نوصل للوالده ديالي تا هي تبكي وتا هي شحال بحاجه غادي توقع لها. مشاكل انا اللي كنغسل له، انا اللي كنحمل له حيت ما كيقدرش يوصل، انا اللي كنغسل. طبق شت المي طايحه في الارض جالسه وكتحك لولدها. البارحه انا غسلت له، حكيت له، وبقى فيا الحال. حسيت ما غسلتوش غادي يخبز، كيوصل لي لهنا ما كيوصلش لهاد البارتي هادي، ما كيوصلهاش كلها. تحت الكاش الا ما غسلتلوش انايا وطلع هو كرشو ما يقدرش يغسل. انا اللي خصني كلشي نديرو. دوك انا اللي مسبعاتو، الماء هي اللي كتكون حنا مطها عليك. ندبت بزاف، ندبت والله الا ندبت بالله. ولكن واش هاد الندامة بغيت تبعها بشي نتيجة ولا غير ندامة وبكى وترجع للحالة اللي كنتي؟ لأن حنايا إلى كتاب أننا نتبعوك وباش نوصلوا لواحد النتيجة بغيناك أن لا ليك انت ولا الوالدة ديالك تخرجوا من هاد الأزمة. ولكن راه بحالك عدد كبير ديال الأطفال اللي عايشين مع عائلاتهم هاد الأزمات اللي قاهرة. ما كاين الانسان ما كيحس براسو واش موجود او ماشي موجود، واش عيش او ماشي عيش، لان الام كتحس براسها مسؤوله على هادشي اللي وصلتي ليه، انت كتحس براسك مسؤول على هادشي اللي وصلتي ليه. الان البرنامج اللي يمكننا نديرو لك باش نتمنى الله ان يكون فيه واحد التوفيق لابد، وانا كنقول لك غادي نعطيك واحد الوقعه وغادي توقعها باش انك تحترم شنو اللي غادي نديرو لك وشنو غادي نتبعو. وخصك تعرف ان النجاح ديالك الان الانظار ديال المغاربه غادي تكون تلجا ليك، وكاع الناس اللي كاينوا كينتظروا منك انك تسقط في هذا الامتحان خصك تبرهن لراسك
والمجتمع اللي راك عايش فيه انك يمكن لك تنجح. دابا حنا غادي نلتجئوا مبدئيا غادي نديروا له واحد الفحوصات، وغادي نجمعوا واحد الطاقم طبي اللي غادي يكون فيه طبيب اختصاصي ديال الغدد، طبيب اختصاصي ديال القلب، طبيب اختصاصي ديال الانعاش، عدد، وغادي يمكن غادي ندخلوا فيها حتى واحد المركز اختصاصي ديال الرياضه ديال الناس اللي يكونوا في هذا المستوى هذا. ولكن احنا اللي يمكن اكثر من طلب اللي غادي نرغم عليكم ديروه هو احترام ديال واحد البرنامج، لان هذا النجاح ديالو الا نجح فيه غادي ينجح اولا نفسه. نلتقي واياكم ومعاد في الحلقه المقبله باذن الله. عافانا وعافاكم الله.